السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي ومتابعين المحترمين، متابعين زاهية داهود المحترمين اللي يشتغلوا على الراس. ألف ألف شكر. كل اللي بيخش يحط لايك، وكل اللي بيكتب كومنت ربنا يسعدكم. كل بقى اللي بيخش يشتم يا جماعة ويغلط، ده اللي هم الناس اللي مش متربية، يعني ستات ملهمش كاسر فبيخش يشتموا. هرد عليهم أقول لهم حبايب قلبي، جمعة مباركة عليكم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ربنا يا رب يرحم جميع موتى المسلمين. اللهم ارحم بنت وجوز بنت وارحم جميع موتى المسلمين واشف كل مريض يا رب بحق دلالة الجمعة. يا رب جمعة مباركة عليكم يا حبايبي. طبعا يا حبايب قلبي، انا بستعجب اللي بيحصل بقى ده، اللي بيحصل ده على اليوتيوب وبين القنوات. طبعا يا جماعة، انا شفت حاجة بسيطة لزاهية متهيألي في الاخر كده، او هي كانت بتحكي على موضوع قناتها في اللايف اللي هي كانت فاتحة النهاردة، لان انا ما كنتش موجودة. هي كان بتحكي يا جماعة إن هي تعبت وشقت في القناة إزاي. كل كلمة بتقولها زاهية صح. كل كلمة بتقولها زاهية صح، لأن هي فعلا تعبت وشقت على القناة وعملتها. تعبت فيها، ودي جت خدتها على الجاهز. اخواتها كلهم عامة خدوا اسم داهود على الجاهز. اللي تعبت وشقت وكانت في مشقة جامدة زاهية، وهي اللي لها الفضل عليك يا حلومة، يلي كل شوية تطلعي حاطة نقرك من نقر اختك اللي خرع على دماغك. ده بالنسبة لزاهية يا جماعة. أصل أنا بصراحة الكلام مش الواحد مش عارف يقول ايه. ما بقولك ان طلع العيب من اهل العيب ما يبقاش عيب. ودي كل يوم والتانية طالعة فضحوا بنتي جرسوا بنتي. انت من امتى كنت بتطلع بتفتح لايفات كده على طول؟ انت من امتى كل شوية كنت تفتح لايف يا سفيرة؟ الا بيجيلك القرضة اطلعي. هم اللي مشغلينها يا جماعة. عفوا يا حبايب قلبي. انتوا عارفين مين اللي مشغلها؟ انتوا عارفين القناة اللي مشغلة البني ادمة دي مين؟ هي اللي فرحانة ان الاخوات بيقطعوا ببعض، هي اللي فرحانة. ده بالنسبة لزاهية. وهكمل تاني بالنسبة بقى لتاتا منى يا جماعة الخير. ما تزعليش يا تاتا منى، ما تزعليش. ما هي مش معاك انت بس عملت الموضوع ده. لما تطلع تاتا منى يا جماعة الخير الست الكبيرة وتطلع تقول لها يلا يا قارعة يا قارعة يا قارعة، عيب. عيب عليك. ده مهما حتى تغلط ولا مهما تقول، ما تطلع لها الصورة زي دي وتحطها عندك على المنتدى وتطلع انت شوية القطيع اللي عندك وتقول القرعة القرعة. ما تزعليش يا تاتا منى. ما عملت مع ام مصطفى كتكت قبل كده، خلتها يعني برضو زهرت بشعرها وحطتها عندها برضو في الصورة كده، وطلعتها بشعرها وقالت لها نفس اللي انت قلتها، قالت لها برضو يا قرعة. يعني مش معاك انت بس يا تيتا منى، هي بتعمل مع الناس كلها كده. بس قادر السميع ربنا سبحانه وتعالى هياخد لكم حقكم منها، هياخد لكم حقكم منها. واوعى تفكر ان ربنا بيسيب ده اياك ودعوة المظلوم. لما تجيبي صورة لست كبيرة زي دي وتطلع وتقول لها يا قرعة يا قرعة، عيب. عيب اختشي. انا بستعجب بقى يا جماعة الخير. كل القنوات اللي راحت لها كم قناة؟ واحد اتنين تلاتة اربعة، ايوه خمسة، والله ما انا عارفه اعدهم. كل دول كانوا بيشتموها شتيمه باوسخ الالفاظ. كانوا بيفضل يقولوا لها يا بنتي اللي ورا مصنع الكراسي، يا بنتي اللي جوزك كذا، يا بنتي اللي لفوك، يا بنتي اللي بتبيعي ما اعرفش ايه، يا بنتي اللي امك. يعني قالوا لها من المنق خيار ورجعوا راحوا لها تاني. وكانوا بيمجدوا في مين؟ في زاهية. ويفضلوا يقولوا زاهية النظيفة، زي ما بقول كل مرة كده يا جماعة. وكانوا بيشتموا في السفيرة. أصبح دلوقتي راحوا لمين؟ راحوا بقى تبع السفيرة. جالهم فلوس وجالهم عمرات وبيدعموا وبيجيلهم. إنما اللي بيروح عند زاهية ما بيجيلوش حاجة. ده اللي بيشتم زاهية هو اللي بيجيله. اللي بيطلع يا جماعة بيشتم زاهية هو اللي بيجيله. وانت عارفين هما بياكلوا في زاهية كده ليه؟ عشان بيقبضوا. مش زاهية اللي بتقبض، عشان هم بيقبضوا يا جماعة الخير. دي بيقبض من ورا زاهية. بس ان شاء الله ربنا يهدي لك حقك يا زاهية. والله لو بينها وبينك قتيل ما هتطلع بالمنظر دي انت واللي عندك. دول اخوات والدخل بيناتهم خارج. عيب عيب عيب. اختشوا بقى على دمكم شوية. دول اخوات ولا محترمين اشهر حرم ولا محترمين اي حاجة خالص. مفيش احترام، مفيش ادب.
انا بستعجب على كده. انتوا مالكمش كسر ولا آسر، اقسم بالله مالكم كسر ولا آسر. وفاء الشيخ المحترمة، وفاء المحترمة اللي تشتغل أيوة محترمة يا جماعة، اقسم بالله محترمة، والله ما بتغلط، وبتحاسب على كل كلمة بتقولها. دي فعلا بنت شيخ. تاتا منى بتطلع ترد عليكم عشان انتوا اسلوبكم كده، بس مهما ترد ما حصلتش ان انت تطلعي لها صورة زي دي. عيب، 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 عيب. وانت عمالة تقولي لها يا قرعة يا قرعة، عيب. واللي عمالة تقول لها يا عجوزة وهي مش ما انتوا مسيركم تكبروا ان شاء الله، هتكبروا في السن وهتبقى كده. انما بالنسبه للسفيره بتاعكم اللي كلهم طالعه عليا وتقول بنتي بنتي، اعمل حسابك يا حلميه، محدش بيفضح فيك وبنتك الا اللي طالعه عليكي، اللي انت بتقولي ده حبيبتها وبتشكريها، هي دي اللي طالعه بتقبض كل شهر على سمعتك وسمعه بنتك وعليك وعلى اختك وعلى العيله كلها، وعلى العيله كلها، وعلى العيله كلها. وبعدين يا جماعه الخير شهيره، يعني انا عمال اسمع ان شهيره كان هو اللي اسمه فخر ده اللي كان مدسوس عند شهيره، احنا كنا بنشوفه كان بيشتم عليكم اوسخ الالفاظ، اقسم بالله. وهو كان عند شهيره كان بيشتم عليك انت وعلى اللي عندك كلام اوسخ الالفاظ، كان بيقول عليكم اللي هو راح عندكم تاني دلوقتي وبيطلع. طب ما هي شهيره اصلا عشان هو بيقول لها كده، راحت هي شهيره ردت عليه. ولما شريهان اتصلت بيها انا بتقول لها ليه انت ما بتطلعيش ولا بتتكلم، مش بحتلها ان زاهيه بتقول لك اطلع واتكلمي؟ لا، لا، وهي شهيره بتحب زاهيه وعمرها ما هسيبها، عمرها ما هسيبها. انتوا ما بتحترموش لا كبير ولا صغير، اقسم بالله بأمارة مصلحتي سبختني وقلت لي اوسخ الالفاظ، وانا عمري ما انسى ابدا الكلام اللي انت قلتيه. والله يف معي علي النعمه، الله في كل شويه بجيبه واسمعه، كل ما بسمع انا بستحقرك، كل ما بسمع وانا بستحقرك. لما انت بتقبضي كل شهر من سير الزاهيه، من سير الزاهية، لو انت شغالة عليها كده. عارفة لو انت ما كانش بينوبك من سير زي ما عندك ام جنى وعندك وعندك وعندك، اشمعنى مش ماسكة الا في دول؟ اشمعنى ما انتش ماسكة الا في دول؟ انا عايزة اعرف. وكل كلمة يا جماعة قالتها زاهية صح. تعبت وشقت على قناتها لما قناتها وقفت على رجليها، وجات السفيرة خدتها على الجاهز. ويا ريت حمدت ربنا، يا ريت شكرت اختها ما شكرتهاش. دي جاية عليها ومطلع عليها ناس يشتموها ويغلطوا فيها. عرفت يا حبايب قلبي؟ وزي ما انت عندك داعمين، زاهية عندها داعمة، انتوا برضو عندكم. على الأقل زاهية عندها واحدة اللي هي الحاجة لطيفة اللي بيقولوا عليها. كنت عندكم كذا حد، وكل اللي بيخش لكم على سير الزاهية لأنهم بيكرهوا زاهية. زاهية بيكرهوها يا جماعة، دول بيطلعوا يشتموا في زاهية، الفلوس بتخش لهم. عرفتوا يا حبايب قلبي؟ عرفتوا اللي بيحصل. طبعا يا جماعة الخير، يا تتمنى ما تزعليش، وان طلع العب من اهل العب ما يبقاش عيب. عملتها مع ام مصطفى قبل كده، عملتها مع ام مصطفى، خدت لها برضو صورة، بس مصطفى طلع ما سكتش عنها على اللي عملوا فيها، بقى يدافع عن امه. وخانقت انا فيها قبل كده بسبب ام مصطفى كتقطع دي، وكان في شهر رمضان برضه. وخانقت فيها، عملت خناقه تقيلت الحيل، وش طلعت شتمتني وغلطت فيا برضه بسبب ام مصطفى، لان كنتش طايقه انها تعمل في ام مصطفى كده. لما دمرت الست دمرتها. يعني هي دي سبحان الله ماسكه اليوتيوب كله كده، بس مش عارفه انت كل ده هتتحاسب عليه، اقسم بالله انت كل ده هتتحاسب عليه. ده انت ربنا سبحانه وتعالى، يا نهار ابيض يا نهار ابيض على كتابك اللي بتملي سيئات. والله ما انا مسامحاك لا دنيا ولا اخره، زي ما قطعت رزق الايتام ما انا مسامحاك لا دنيا ولا اخره، اقسم بالله لا سامحك. ولو دخل اي كومنت اتكلم انا مش هرد عليكم، لان انتوا بيئه، انتوا عالم بيئه. ده انتوا بتيجوا قدامي اقسم بالله ما بطيق اسمع صوتكم. تزعلش يا تاتا منى، ان طلع العب من اهل العب ما يبقاش عيب. وزاهيه ستكم وحرقه دمهم، زاهيه ستكم وحرقه دمكم. وان شاء الله ربنا يقف معاك يا زاهيه، هيقف معاك ومش هيسيبك ابدا، ولا عمر ربنا هيسيبك طول ما هو ربنا معاكي. انت احسن منهم وكعبك عالي عليهم، اقسم بالله كعبك عالي عليهم. وربنا ان شاء الله بحق الايام المفترجه يديلك حقك يا زاهيه، ويدينا حق ويدي حقك يا وفاء الشيخ، يديلك حقك ويدي حق شهيره وتتمنى وكلنا كده على بعض.
حبايب قلبي ربنا كبير ما بينساش حد، والظلم ظلمات يوم القيامة، وإن ربك لبالمرصاد. وربنا إن شاء الله هيجيلها يوم، إن شاء الله هيجيلها يوم، هيجيلها يوم، وهتندم على ده كله، أقسم بالله هتندم على ده كله آخر ندم. يلا يا حبايبي، مع ألف سلامة، وجمعة مباركة عليكم يا حبايب قلبي، مع ألف سلامة.